لو عندِك سمك بلطي اوعي تقليه ولا تشويه ولا في الزيت تحطيه، اعمليه بالطريقة الجميلة دي، طريقة سهلة جدًا وبسيطة، بتخلّي السمك بتاعِك طعمه لذيذ جدًا يبهر أي حد، بس من فضلكم اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان أقدر أكمّل معاكم واستمر. أول حاجة هننضف السمك بتاعنا كويس، تعالوا بينا بقى نعمل له تتبيلة جميلة، هنجيب طبق غويط وهانزل بربع كوباية من الزيت وعصير ليمونتين، وهننزل بالتوابل، معانا كزبرة ومعانا كمون ومعانا ملح ومعانا فلفل حلو ومعانا ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقتين كبار من هريسة الشطة، وفي ناس بتسميها دبس الفلفلة. طبعا دبس الفلفلة ده احنا عاملينه معاكم على الصفحة، جميل جدا. طبعا ده يا بنات كنز في كل بيت، جميل جدا لازم يكون في بيتك، علشان بجد انا بستخدمه في اي وصفة انا بعملها، بيعزز من طعمها كده وبيخلي طعمها جميل جدا. وطبعا احنا هنا قلبنا التتبيلة بتاعتنا الجميلة لغاية لما كله اختلط مع بعضه، هناخدها بقى وهننزل بيها على السمك البلطي الجميل، وهنمسك بقى السمك بتاعنا وهندعكه كده، هندخل التتبيلة من جوه بطنه كده ومن جوه الخياشيم بتاعته مكان الخياشيم بالشكل ده كده. وطبعا الفتحات بتاعة ظهره دي هندخل فيها التتبيلة، اهم حاجة نوزع التتبيلة على السمك كلها علشان تطعم من طعم التتبيلة الجميلة بتاعتنا. وهنسيب السمك بتاعنا الجميل في التتبيلة دي لمدة نص ساعة قبل ما تشتغلي فيه، وبكده السمك بتاعنا هيبقى جاهز معانا. وبعد مرور نص ساعة هنجيب صينية اللي هندخلها الفرن، هننزل فيها ببصل طبعا مقطعينه الى شرائح بالشكل ده كده، وهننزل ببطاطس، وهننزل بحبيتين من الطماطم مقطعينهم برضو الى شرائح، وهننزل بفلفل حراق وممكن تستخدموا فلفل رومي بيعزز من طعم التتبيلة الجميلة، وهننزل بجزراية مبشورة، وهنضيف الملح والكزبرة والكمون. وطبعا التوابل اللي انا حطيتها دي هي اساسي اصلا في السمك، السمك ما بيحبش توابل كتيرة علشان نحس بطعم السمك الجميل. وهنقلب بقى الخلطة الجميلة بتاعتنا دي كلها مع بعض لغاية لما كله يختلط مع بعضه، وهننزل عليها بالسمك الجميل. وبكده صينية السمك الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، هنغطيها بورق الألمونيوم وهندخلها الفرن، اهم حاجة تغطيها كويس عشان تستوي معاكي بسرعة. وتعالوا يلا بينا نتكلم شوية عن التسوية المظبوطة بتاعتنا قبل ما ندخل الصينية الفرن. هنسخن الفرن قبليها ب10 دقايق علشان يدخل على درجة حرارة عالية، والنار عندنا بتكون شغالة من فوق ومن تحت على درجة حرارة عالية، وهندخل الصينية على الرف الوسطاني، وهنسيب صينية السمك الجميلة بتاعتنا في الفرن لغاية لما تستوي معانا، وبتاخد حوالي 45 دقيقة في الفرن. وقبل ما تطلعيها هتشيلي ورق الألمونيوم علشان تاخد لون جميل كده من فوق بالشكل ده كده. وبكده صينية السمك الجميلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، تعالوا بينا نقدمها مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليها، طعمها جميل جدا والسمك طعمه لذيذ. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي نوع سمك موجود عندكم، يعني لو مش في بلطي ممكن تستخدموا اي نوع سمك متوفر عندكم، وبكده هتعملوا احلى صينية سمك وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكم يا رب. ومن فضلكم بقى لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين اجرب معاكم اي وصفة اكتبولي في التعليقات وان شاء الله اجربها معاكم. واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وبألف هنا ليكم.